ابتليت على عمري بالبيت، سويت لهم دجاج بالسماق، صاروا يوميا يطلبوها من عندي. اذا حابين تعرفون الطريقه خلونا لايك وكومنت وحفظ للفيديو حتى يوصل لاكثر عدد من الاعضاء، واذا اول مره تشوفون حسابي ضيفوني اتشرف فيكم. عندي كميه من الدجاج قطعتها وخليتها على البصل المقطع جوليان بهذا الشكل وخليتها بالفخاره. الفخاره هذه تنطي طعم للدجاج اطيب من التبسي العادي او الجدر العادي. جربوها وانتم شوفوا الطعم شلون يصير. الصوص او التتبيله مالتها ليمون وملح وسماق ومعجون طماطه وشويه زيت. اي توابل اخرى ما راح نحتاج ولا تضيفون حتى تجربون هذه التتبيله ايش قد راح تنطي طعم طيب للدجاج. مجرد ما اخلط هذه التوابل والصوص واخليها على الدجاج، ادخلها للفرن من جوا فقط لمده تقريبا ساعه او ساعه وربع حسب يعني الحراره مال الفرن مالتكم. هي تقريبا قريبه للمسخن لكن بطريقتي. عندي هذا الخبز قطعته وشويته بالفرن وخليت عليه زيت وسماق وشربته من صوص اللي بالدجاج، صار كلش طيب. يعني لا تتصورون بيه زفاره او شيء، لا كلش طيب والحموضه مالته متوازنه والملوحه. اتمنى تجربوها وتدزوا لي تطبيقاتكم. الاكله سريعه وبسيطه ومكوناتها يعني متوفره عندكم وتقدرون باي وقت يعني تطبقونها وتشوفون انتم بنفسكم الطعم ايش قد طيب. أنا بالنسبة لي يعني عدا أنه هو يحبونها بالبيت فأني أسمي هذه أكلة السعادة، لأنه مجرد ما أخلي المواد وأدخلها الفرن. وهذه هنا أعلمكم شلون تاكلون. تاخذون قطعة من الخبز وتخلون بها شوية دجاج وشوية خضرة وراح تصير هذه لقمة السعادة. إذا حبيتوا حسابي وعجبكم أتمنى تضيفوني وتصعدوا لي إياه. كلش ممنونة لكم على تواجدكم وعلى تفاعلكم بالمنشورات السابقة. منوريني. كل الهلا بيكم.